وصحبه أجمعين. معالي اللواء أسام حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الإخوة القائمين على العمل في المحافظة، الجمع الكريم، إخوتي وأخواتي، كل عام وحضراتكم جميعا بخير. واسمحوا لي في البداية أن أعبر عن خالص شكرنا وامتناننا في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر القادم لحسن الاستقبال والحفاوة التي ليست غريبة على جنوب سيناء، وهي جزء عديد من قلب الحركة الوطنية المصرية وأرض البطولات وأرض التاريخ والعرق. وفي هذا الوقت العاشر في ذكرى العاشر من رمضان التي يجتمع فيها أكثر من ذكرى عطرة في وقت واحد، ونحن في مناسبة وطنية، وبالتالي أعتقد أن هذه مبشرات تعطي إحساسا بالأمل وبالتفاؤل، لكن يبقى العمل الدؤوب في هذه المرحلة التي تمر بها مصر بكل ما تحمل به من تحديات كبيرة وحقيقية. وما هذه الزيارة التي نقوم بها لحضراتكم اليوم للاستماع لآرائكم ومقترحاتكم حول مشروع دستور مصر القادم إلا محاولة صادقة للخروج بمصر من هذه المحنة التي تعيشها في هذه الأيام ونستشعرها جميعا بمولود شرعي، وهو دستور يكتبه أبناء مصر للمرة الأولى في تاريخهم. لا أريد أن أضيع الوقت في مقدمات طويلة، وإنما أردت في عجالة شديدة أن أعرف حضراتكم بطبيعة جمعية الدستور وطبيعة الدستور والأسئلة التي تثار حوله. نحن نسعى باختصار شديد إلى أن يكون مهمة كتابة الدستور هي مهمة جميع المخلصين من أبناء مصر، وليست فقط مهمة 100 عضو أو 100 عضو أساسي و50 عضو احتياطي. لذلك نعتقد أن البداية الحقيقية لابد أن تبدأ منكم. فقضية الدستور ليست قضية قانونيين كما يشاع، لا، القانونيون مع كل الاحترام وأساتذة القانون الدستوري لهم دور كبير جدا، لكن في صياغة مواد الدستور وفي مؤلفها وفي مقارنتها بالتفاسير العالمية. أما الدستور الذي يمثل وثيقة مبادئ تضبط إطار الدولة وتضبط حريات الأفراد وبالتالي علاقة الأفراد في الوطن الذي يعيشون فيه، لا يمكن إلا أن تكون الهم والشغل الشاغل للمخلصين من أبناء الوطن جميعا. ومن هنا